لعلها من أهم مجالات التطور التكنولوجي التي تثير في العيون بريقا وفي نبضات القلوب تسارعا. السيارات ذاتية القيادة. استقل السيارة وأخبرها بوجهتك واسترخي. جوجل كانت قد نجحت في التجربة، حيث قطعت سياراتها ذاتية القيادة حتى الآن 1,300,000 كيلومتر دون أي حوادث. لكننا نتحدث هنا عن سيارات تبدو طبيعية، لا تعلوها كاميرات ورادارات كما في سيارات جوجل. ومن أهم التقنيات التي تساهم في قيادة السيارات لنفسها بنفسها نظام مكابح الطوارئ الآلية، الذي يشمل الضغط على المكابح في الوقت المناسب بالقدر المناسب. في سيارة مرسيدس اس كلاس مثلا أضاف المهندسون رادارا عاديا وآخر يستخدم الضوء بدلا من موجات الراديو، حيث يعوض أحدهما الآخر حسب الظروف. تقنية ثانية أساسية هي الركن الذاتي، التي يصعب على بعض السائقين القيام بها، ويساعد السيارة في ذلك كاميرات تصور بزاوية 360 درجة وأنظمة استشعار. بعض السيارات أودي الألمانية مثلا تستطيع أن تتوجه إلى مرآب السيارات وتصطف بنفسها. ثم تستجيب لنداء إلكتروني من سائقها فتذهب إليه حيث يكون على باب عمله مثلا. أما في نظام التوجيه الآلي فالسيارة تعتمد على التقنيتين السابقتين لتوجه نفسها بنفسها وتتعامل بشكل مناسب مع السيارات من حولها من خلال إدراك السرعات النسبية للأجسام، كما أن بوسع السيارات ذاتية القيادة المحافظة على المسار، أي إبقاء السيارة داخل الخطوط البيضاء. تقنيات 4 إذن تدعمها في سيارات المستقبل أيضا منظومة حسابات خطوط الطول والعرض كي لا يعوقها المطر والضباب، وأيضا نظام لموازنة رد فعل السائق في حال كان مبالغا فيه.